يا هلا بكل الأحباب من جديد. ومنظمة التعاون الإسلامي التي تضم أكثر من 57 دولة وأكثر من 20 منظمة إسلامية وعربية تحت لوائها، ومنذ تأسيسها في العام 1969 في الرباط، وهي تقوم بمهامها كاملة تجاه كل القضايا والأهداف التي تأسست من أجلها. آخر هذه الأهداف كانت الأسبوع الماضي حينما قدموا إلى السودان، وإلى بقعة رائعة جدا وبقعة حبيبة إلى نفوسنا من سودان الحبيب، اللي هي طبعا ولاية جنوب كردفان. نسبة للحرب الطويلة التي مرت بها هذه المنطقة، خاصة يعني تفرض السودان واحدة من أهم روافد السودان بالمحصولات، السمسم، الكركديه، الإبل، الضان، الأبقار، وكفاية إنها يعني تضم حاضرة كالبلي الجميلة. إذا ولاية جنوب كردفان نهضتها وعمرانها هي واجب كل إنسان سوداني شريف وإنسان سوداني بغير على وطنه. وبنشكر جدا هذه المنظمات، يمكن حضروا منهم 16 منظمة للوقوف عليها. لهم التحية، والتحية لضيوفنا المعانا اللي كانوا حاضرين لهذه الفعالية الكبيرة، وهم من مؤسسي هذه الفعالية. سعادة السفير عطا المنان بخيت، مرحبا بك في مساء جديد، ومساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة للشؤون الإنسانية، مرحبا بك. اهلا وسهلا. تهنينا على الخطوة الكبيرة دي، وإن شاء الله أدت أهدافها. ان شاء الله نامل ذلك، هي ادت اهدافها وستؤدي الى اهداف اكبر في المرحله القادمه ان شاء الله. إن شاء الله. يمتد الترحاب إلى دكتور صلاح دعاك، مدير البرامج الدولية بمؤسسة الإغاثة الإنسانية، مرحبا بك. مرحبا بكم. منورنا كثير في المساء الجديد. يديك العافيه. الله مرحبا بكم بالتاكيد في مساء جديد، ونبدا معك سعاده السفير. نتكلم عن تجمع هذا المنظمات، كيف تكونت هذه المنظمات واندرجت تحت لواء منظمه التعاون الاسلامي؟ شكرا لك على هذه الاستضافه. الواقع انه هذا التحالف تكون كجزء من مهام المنظمه في اطار ادخال منظمات المجتمع المدني داخل منظمه التعاون الاسلامي. منظمه التعاون الاسلامي هي منظمه دوليه تعتبر ثاني اكبر منظمه في العالم بعد منظمه الامم المتحده، تضم 57 دوله اعضاء رسميين، وهناك اعضاء مراقبين. وهذه المنظمه التي تمثل العالم الاسلامي بامتداد واسع من اندونيسيا الى غربيزيا، ومن موزمبيق الى غيانا. هذه المنظمه حاولت ان تدخل الان المجتمع المدني معها بمؤسسات بالذات العامله في المجال الانساني. هذه المنظمات تعمل بشكل تحالف متى ما كانت هنالك قضيه انسانيه كبيره. نحاول نضع جهود هذه المنظمات بعضها مع بعض حتى تواجه هذه التحديات الانسانيه. من ضمنها هذه الرحله التي جاءت لولايه جنوب كردفان، والتي شاركت فيها 16 منظمه، كونوا تحالف سموه تحالف منظمه التعاون الاسلامي لمساعده ولايه جنوب كردفان، باعتبار انها ولايه تعاني من الحرب على 20 سنه الماضيه، وان هنالك مجهود كبير جدا مع بشائر السلام في الولايه في مرحله اعاده البناء والتعمير واعاده كردفان لمسيرتها الاولى ان شاء الله. جميل. دكتور صلاح، يمكن كنت حاسألك لماذا جنوب كردفان بالذات، ولكن سعادة السفير أجاب على السؤال، فأنا حوليك لمحور آخر اللي هو الزيارة كانت كبيرة والفعالية كانت كبيرة، ويمكن الجميع وقف على الأهداف اللي كانت من خلالها. عايزين نشوف الأهداف بسرعة كده، واللي بعد الزيارة ما حدث، يعني ممكن نقول حصيلة هذه الزيارة، هل أدت غرضها بالكامل؟ الخلاصة اللي طلعنا بها منها. بارك الله فيك. السلام عليكم، ونحب نشكركم جدا على هذه الزيارة، على هذه الاستضافة، وبرضو بنشكر الأخ حسن فضل المولى على اهتمامه بهذا الموضوع. حقيقة من الأسباب اللي ذكرها السيد السفير هي الحاجة الكبيرة في جنوب كردفان والحرب، ولاية طالعة يعني خارجة من الحرب، لكن الهدف أنا أفتكر من الأسباب الكبيرة جدا هو والي الولاية هناك الأخ آدم الفكي. هو شخص نشيط وخلي قدم هذا المشروع للأخوة في جدة منظمة التعاون الإسلامي، وقبلوا هذا العرض، ومنه رفع إلى مؤتمر كبير كان في تركيا واستضاف فيه الأخ الوالي. وكان في عرض، أنا أفتكر العرض اللي قدمه هو عرض علمي، عرض فيه المشكلة بطريقة جميلة، جعلت كثير من المنظمات الموجودة تستجيب بشكل كبير. وفعلا أتى الأخوة من مختلف الدول العالم في الحقيقة، يعني كان في أكثر من دولة، دول عربية ودول أوروبية، يعني منظمات من بريطانيا، وحتى في منظمة من أمريكا هي منظمة تعنى بالشأن الإسلامي في أمريكا كانت مشاركة. فالطريقة التي عرضت بها المشكلة هي أقنعت كثير من الناس في أنهم يشاركوا. المشاركة كانت يعني أتت أكلها،
لأن أولا الاستقبال كان كبير، الطريقة التي يعني لم نكتفي بالسماع أو بالمشاهدة من الخرطوم، ذهب الناس جميعا إلى بصورة عملية على أرض الواقع، على أرض الواقع، وقدروا يتفاعلوا مع إنسان من جنوب كردفان. يعني حتى الذين تحدثوا كانوا هم أهل البلد، هم الشيوخ، هم العمد، فكانت وصلوا فكرتهم وجعلت كثير من المنظمات انها تتبرع في الوقت نفسه، وبعضهم طلب كثير من الدعومات، يعني تحركت من الدول المختلفة هي لدعم المستشفى المرجعي في كادوغلي، وكذلك دعومات مباشرة تقدمت بها منظمة الدعوة الإسلامية وعدد من المنظمات. لكن الموضوع لم ينتهي في هذا الحد، هناك تنسيق كبير سيتم بقيادة الأخ عطا المنان، هو القائد هذه الفرقة، وإن شاء الله يعني ستكون هنا يعني عملية الدعم لا نريد أن تكون هي دعم ورفع اليد، ولكن ستكون في شكل إمبلس أو دعم متواصل حتى تتم المشروعات إن شاء الله. نعم إن شاء الله. سعادة السفير، ندخل لك مرة أخرى، وأنت ذكرت أنه منظمة التعاون الإسلامي هي ثاني منظمة بعد منظمة الأمم المتحدة، لكن تمت مشاركة بعض المنظمات، يعني ما كل المنظمات شاركت، فنتكلم عن عدم مشاركة المنظمات الأخرى التي تندرج تحت منظمات الدعوة الإسلامية أو عفوا التعاون الإسلامي. نعم. والمنظمات الإنسانية عندها تنقسم إلى قسمين. هناك منظمات تأتي من الدول الأعضاء للمنظمة، 57 دولة الدول الأعضاء. ولكن هناك منظمات تكلم عنها الأخ الدكتور صلاح، منظمات تمثل الأقليات المسلمة خارج العالم الإسلامي. وبالمناسبة الأقليات المسلمة تمثل حوالي 30% من العالم الإسلامي، اللي هي مسلمين يعيشوا في خارج الدول الإسلامية 57 معروفة. الزيارة جمعت المنظمات من الأقليات ومن الدول الأعضاء كذلك، ولكن هذا التحالف بالذات تكون بشكل اختياري، بشكل طوعي. نحن إجمالا عندنا حوالي 150 منظمة يعمل معنا في مختلف القضايا الإنسانية. نحن نريد تحالف جاد، لأنه ولاية كردفان جنوب كردفان تعاني تبعات حرب طويلة جدا، تحتاج إلى مشروعات كبيرة في مجالات البنية الأساسية، مجالات الصحة، التعليم، المياه. ولذلك حاولنا نحن أن نأتي بمنظمات لها إمكانيات مالية، لها المقدرة على العمل في الأرض، ولها الرغبة في أن تعمل في هذه المنطقة النائية من السودان بشكل جيد. وهذا التحالف أعتقد أنه بدأ ب 16 منظمة، الآن تقريبا إلى 20 منظمة، ويؤكد أنه هذا التحالف سيتوسع بشكل أكبر ليخدم الأهداف الموضوع من أجل. الأهداف تركز على 5 قضايا: قضايا التعليم، قضايا الصحة، قضايا اللي هي التنمية الزراعية، دي ولاية أساسيات الحياة، يعني دي ولاية للزراعة على وجه الخصوص. وأنا دائما أقول أنه ولاية جنوب كردفان ليست ولاية في حاجة، ولاية أن ترفض السودان بكثير من المنتجات التنتج، ولكن أعتقد الظروف الحالية يجب أن نساعد إنسان جنوب كردفان لتجاوز هذه الظروف حتى يكون منتج ويكون مساهم في تنمية السودان بشكل عام. إذا هي مسؤولية الجميع زي ما أنا ذكرتها، إنه نهضة الولاية هي أمانة في عنق كل مواطن سوداني. صحيح. دكتور صلاح، يمكن المنظمات اللي حضرت هي 16 منظمة تقريبا. نعم. من أصل 20. لو تكلمنا عنهم، هم نفس المنظمات ديل أو اللي حضروا تحديدا، عن انطباعهم عن الولاية، عن الزيارة؟ هي في الحقيقة اللي جاء هو تمثيل لعدد كبير من المنظمات، يعني نعم. الدعوة كانت لكل المنظمات، وهناك منظمات لم تحضر لظروف خاصة، لكن 16 من أصل 20 عدد كبير جدا طبعا. عدد كبير، لكن هي دي اللي أعلنت حاليا بعد مؤتمر تركيا في أنها تشارك في هذا. لكن الدعوة مفتوحة عبر منظمة التعاون الإسلامي في أنها تضم عدد أكبر، والأهداف التي عرضت هي أهداف لكل المنظمات، يعني لا توجد أهداف خاصة، فأي منظمة عندها إمكانيات بالشكل الحاجة التي عرضت. وأنا أقول حتى الوالي والأخوة المخططين في جنوب كردفان، العرض اللي عرضوه توزعت كمية من السيديز لكل المنظمات يعني في تركيا، فأنا أفتكر هي كانت جاذبة لعدد من الناس في أنهم يشاركوا. المنظمات ممكن نبشر بماذا قدموا أو بماذا وعدوا؟ الوعد هو كبير، هم اصلا يعني عرض البروبوزل فيه اكثر من سيكتورز، يعني فيه المياه، فيه الصحه، فيه الزراعه، وفيه الصحه. يعني المنظمات اللي في المنظمه اللي اتت من امريكا هي التزمت بان تمول مستشفى كادوغلي بالمعدات كامله، وهو مستشفى كبير، مستشفى مركزي. هناك منظمة أخرى تكفلت ب4 أو 5 حفارات. ال5 حفارات هي الحفارة أفتكر ممكن تعمل
يعني هو مبلغ كبير. يعني افتكر الحفارات في انها تحفر عدد من الابار الارتوازيه، فهي مش حتحفرهم، هي ملكه الولايه هذه الحفارات. فانا افتكر الدعم حاليا نحن بعد رجوعنا من كادوغلي محتاجين نقعد مع المنظمات ونحصي الدعومات التي ستقدم بطريقه علميه للولايه. في بعضها في الحال يعني تقدموا بكونتينرز من المعدات الطبيه للولايه. في واحده من المنظمات تبرع ب$1,000,000 في انها لعدد من يعني للولايه المرافق الحياتيه. المرافق هي في الحقيقه زي ما قال الاخ السفير، الموضوع هي مش موضوع إغاثة، هو موضوع تنمية. الإغاثة أنا وخلي الولاية أصلا عاشت على الإغاثة لفترة طويلة بعد الحرب، والمناوشات التي تحدث من حين لآخر كأنما هي معطلة للتنمية في هذه الفترة. فبجهود الحوار الدائر الآن وبجهود الكثير من السياسيين نحن نتمنى إنه الوضع الأمني يستقر بطريقة إنه التنمية تتواصل كما يقول الشاعر، يعني متى يبلغ البنيان يوما كماله إذا كنت تبني وغيرك يهدم. المنظمة أيضا إنه الولاية تساعد نفسها في إنها تدعم نفسها بنفسها. هو في الحقيقة كلامك جميل. نحن في المنظمات الناس طلعت من طول إنك تدي سبون فيد، إنك تدي الناس بالشكل مباشر. إحنا عايزين نساعد الناس يساعدوا أنفسهم. فهذه العملية ستستمر في عملية تنموية، عملية التدريب، وعملية تمليك الناس وسائل الإنتاج. يعني لا نريد أن ننتج، نعطيهم وسائل الإنتاج، الزراعة والصناعة وغيره ليواصلوا عملية الإنتاج. فالموضوع كبير جدا في أنه يحصى في كلمات. المحتاج لجهد، محتاج أنه منظمة التعاون الإسلامي ترجع لكل هذه المنظمات ويقدم. حتى الأخ السفير في في اللقاء مع الوالي، المنظمات بدأت تتبرع فرادى، فطلبنا فيه أنه يكون في جسر هو منسق بحيث أن المعونات والدعومات تجي بطريقة منسقة، ويعني ما يكون في ابلكيشن أو عملية ازدواجية في وهنا طبعا مع الأخ عطا المنان ومنظمة التعاون الإسلامي، الجسم الموجود في السودان هي مفوضية العون الإنساني والأخ الوزير في الشؤون الإنسانية، يعني مع بعض إن شاء الله هم حيكونوا هم الجسم المنسق لهذا. تأكيدا لحديثك إنه الفعالية فعلا كبيرة بتقودني لسؤال آخر، هل التجربة دي أقيمت من قبل في أي ولاية أخرى غير جنوب كردفان، وهل ممكن نقيمها في ولايات أخرى، خاصة إنه في السودان في عدد من الولايات بتحتاج فعلا لوقفات كهذه أو لانفراد كهذه ساعة السفير؟ وفي الواقع تجربة التحالف عند المنظمة ليست تجربة جديدة، احنا بدأنا هذه التجربة من 3 سنوات. جربناها في المجاعة الكبيرة في الصومال حصلت في 2011. جربناها في فيضانات باكستان، فيضانات كبيرة جدا تضرر منها 20 مليون نسمة. هذه تجربة تمتد إلى مجموعة دول إسلامية أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. السودان لأول مرة. السودان لأول مرة، لكن أنا ما أقدر أقول إنه يعني أنا أعتقد إنه يجب أن نحصر هذه الزيارة في التعهدات التي أعلنت في كادوغلي. الزيارة لكادوغلي الغرض منها وقوف المنظمات على واقع الحال في الولاية. أنا أعتقد هذه الزيارة وأهميتها وأثرها ستصل الآن بعد رجوع هذه المنظمات إلى بلدانها. هذا برنامج طويل المدى. هذا البرنامج طويل المدى يؤكد مسلمات مهمة. الأولى يؤكد أن شعب جنوب كردفان ليس وحده. هناك الآن مجموعة كبيرة جدا من منظمات المجتمع المدني في العالم الإسلامي تقف مع جنوب كردفان وتريد أن تساهم في هذه النهضة. طبعا هذه النهضة ما كان لها أن تتأتى إلا أنه السلام أصبح حقيقة في السودان، وهذا المشروع هو مشروع يدعم حركة السلام والاستقرار والتنمية في السودان بشكل عام. الجانب الثاني أنه هذا المشروع يريد أن ينقل جنوب كردفان نقلة كبيرة جدا من نقلة الإغاثة العاجلة اللي كانت قدمت تسارعات طويلة جدا لمرحلة التعافي تمهيدا للتنمية الكبيرة. أنا أعتقد أنه الإعلام سيلعب دور كبير جدا في هذا المجال. أنا أريد أنه عبر الإعلام أن نوضح أهمية هذه الزيارة، بل لاحقا أن نتابع المشروعات التي نفذت من هذه المنظمات حتى نرى حجم الدعم الإسلامي الذي يقدم لهذه الولاية في هذه المرحلة. نعم، هل سيكون هنالك خطوة أخرى نحو ولاية جديدة أو منطقة جديدة في السودان تحتاج إلى الدعم من ضمن الطاقم الموجود في المنظمة؟ أنا أتمنى لا يحدث ذلك. السودان لا يحتاج لدعم أصلا، السودان دولة غنية جدا، ولكن يعني لا سمح الله إذا كان هنالك، لأن في بعض المناطق بتعاني من حروب وانشقاقات فيما بينها، فبتحتاج بالتأكيد للدعم. أنا أتمنى روح السلامة الجارية حاليا في تنداح إلى كل الآخرين وتغنينا من دعم الآخرين وندعم عن أنفسنا. أنا حريص السودان يقوم بنفسه ويدعم الآخرين. جميل. ولكن متى ما كانت هنالك حاجة أعتقد دائما
يعني المسلمون يعني إخوة والمسلمون يتعاونوا بعضهم البعض إن شاء الله. إن شاء الله. والتجربة هذه يمكن أن تكون تجربة مفيدة في دول أخرى، أتمنى ذلك. دكتور صلاح، احنا دائما بنقول إنه يعني الإنسان السوداني مميز جدا بطبعه، يعني ما شاء الله ما نسحر ناسنا يعني، لكن لاحظنا إنه دائما السودانيين بيتقلدوا مناصب رفيعة جدا في المنظمات الدولية. يصير في كده شيء؟ والله كلامك طبعا بيناقض الشيء العام. الناس اللي في كثير من الدول يتكلموا عن السوداني كأنما هو يعني مش موجود، لكن كلامك ده احنا بنرد عليهم عمليا. حقيقة انه لو السؤال ده لي انا حاليا انا في وساعات عمان. السفير برضه حنوجه له نفس السؤال. جميل. انا في عمان هسه حاليا في اكثر من منظمة دولية. كل الناس المدراء الاقليميين والكانتري دايركتورز المدراء القطريين هم من السودان. فده انا خليت بيضحض المقوله بوري ان السوداني هو حاضر، والسوداني معروف انه تميز اكاديميا. وفي اشياء اكبر من كده، انه لو الناس بتعرف انه الشيخ زايد عندما خرج الانجليز من السودان كانت في وصيه من الشيخ زايد من الانجليز للشيخ زايد حسب ما يعني قرانا، في انه لو اردت ان يكون لك من الإدارة المدنية المتميزة يعني اعتمد على السودانيين. فهي موثقة، فده يوضح إنه السوداني بين كثير من الدول. طبعا الدول الآن اللي بنراها لا تضاهى. السوداني عمل في الخليج كمعلم، وهو علم كثير من الناس، وعمل في السعودية، وحاليا السوداني هو كل الوظائف كثير من الوظائف العالمية مشهود لهم كمان. فنسأل الله سبحانه وتعالى إنه هذا يعني السودانيين دول يجوا راجعين إن شاء الله بخبراتهم وينموا هذا البلد من الداخل. ساعة السفير احنا بنوجه لك نفس الكلام. أنا أعتقد هو نجاح الدبلوماسية السودانية، لأنه العمل في المنظمات الدولية يحتاج إلى متابعة، يحتاج إلى تقدم كوادر مبنى على هذه المنظمات، وهذا الواحد ممكن يشيد بتجربة وزارة الخارجية ووزيرها ودبلوماسيها، وهذا نجاح الدبلوماسية السودانية. هذا نجاح المؤسسة التعليمية السودانية كلها، لأنه معظم هؤلاء السودانيين تعلموا في السودان في مدارسهم الابتدائية والثانوية وفي جامعاتهم ومعاهدهم العليا، فهذا يؤكد نجاح التجربة التعليمية في السودان. واليوم نجد أنه حاجة معظم المنظمات الدولية السودانية يلعبون دور مهم جدا في هذه، إذا كانوا على مستوى القيادة، ولكن أنا يعني أقول يجب أن لا نركن لذلك. ما زال هنالك حيز واسع جدا في المنظمات الدولية، ما زلنا نحتاج إلى مزيد من السودانيين العاملين في المنظمات. هذا العالم الآن يسمى عالم المنظمات. أصبحت الدبلوماسية الجماعية تطغى على الدبلوماسية الاجتماعية. أصبحت المنظمات الدولية تسير حركة العالم بشكل كبير جدا، تتخذ قرار خطير جدا يؤثر على الدول. ولذلك أعتقد أنه يجب أن نبني على ما حققناه مكاسب، أن نهتم أكبر بالسودانيين العاملين في هذه المنظمات، وأن نرفضهم بجيل جديد. ده حقيقي سعادة السفير. تفضل دكتور صلاح. في نقطة أنا عايز أولا هذا التحالف هو حضر، لكن أنا عايز أشيد بطريقة الاستقبال من إنسان كادوغلي البسيط برقصاتهم الشعبية وبالأشياء التي قدمت، وفعلا هي أبهرت الزائرين بأن عبر المعاناة أخرجوا كثير من الإبداع، ونحن نشكرهم عليه. حتى على مستوى الوزراء وحتى على مستوى رئاسة الجمهورية كان الاستقبال نفتكره كبير، وشعر الناس بأنه السوداني يعني يستطيع أن يحتضن عدد من الدول وله من العلاقات التي يمكن أن تخرجه من الكوارث والطوارئ إن شاء الله. نعم، ونقدر نقول إنه السوداني مهما عانى بإبداعه بمنتوجه بالتأكيد الإبداعي الكبير وبفنه، بيقول إنه هو موجود حتى وإن كان بيتلقى دعم من بعض المنظمات. صحيح. نتمنى إنه في يوم من الأيام نحن نكون داعمين لأنفسنا وللآخرين. نشكركم كثير سعادة السفير عاطل منعم بخيت، مساعد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة للشؤون الإنسانية. شكرا لك. وأيضا يمتد الشكر للدكتور صلاح تعاك مدير البرامج الدولية بمؤسسة الإغاثة الإنسانية. شكرا لتواجدكم معنا اليوم. شكرا لكم انتم ان شاء الله. شكرا. مشاهدينا الكرام، يتواصل المشوار معكم لكن بعد فاصل اعلاني.